والله هو النجاح دوت هو ان انت تقدر تحقق حاجه انت كنت بتطمح ليها وتحققها بالطريقه الصح وتحققها بافضل طريقه ممكنه. ده من وجهه نظري. ازاي بقى كل واحد بيختلف منظور لمنظور، ده بيختلف على حسب الهيئه والشخص وطموحاته ايه هي. يعني انت النهارده لما تيجي مثلا تبص لنفسك ان انت التارجت بتاعك في الجامعه او في الكليه ان انت تخش مثلا كليه هندسه، فانت الستاندر بتاعك غير مثلا غيرك اللي هو عايز يعدي وخلاص. والموضوع ده بيأثر فيه عوامل تانية زي اهلك مثلا، وايه هم اللي شايفينه ليك لمستقبلك. لو انت مثلا والدك عايزك تطلع ضابط غير لو انت والدك عايزك تطلع مهندس او دكتور. لو والدك دكتور والكوميونتي بتاعك كله دكاتره، غير طبعا انت الكوميونتي بتاعك مثلا عادي موظف حكومي او بني ادم مثلا الدايره المحيطه ليه ما عندهاش هاي اكسبكتيشنز منه. فكل ما انت بتبص لشخص معين، النجاح ده هو بيبقى عباره عن مجموعه عوامل هي اللي بتحدد لك انت كشخص سيكولوجيا انت عايز تبقى فين. انت عايز تبقى النهارده ده الستاندرد بتاعك ولا ده الستاندرد بتاعك ولا ده الستاندرد بتاعك. ولو وصلت للستاندرد بتاعك بتعتبره نجاح، بص على اللي بعده، بص على الليفل اللي بعده، بص الليفل اللي بعده. بس ايه اللي بيسيت اب الرولز ديت؟ حاجات كتير، منها المجتمع اللي انت عايش فيه، منها المسؤوليات اللي مطلوبه منك، منها انت عايز تروح فين وايه الاهداف بتاعتك في الحياه. فالنهارده انت اللي بتحدد عوامل النجاح، والدايره اللي حواليك هي اللي بتحدد عوامل النجاح بتاعتك. فده بالنسبه البي بيختلف من شخص لشخص على حسب انت احتياجاتك ايه، وعلى حسب الاكسبكتد الناس تشوفه منك ايه، وعلى حسب انت نفسك بناء على اللي الناس شايفاه منك او اللي الناس متوقعه منك حطيت لنفسك ايه. انا ايه الهدف بتاعي؟ اوصل لفين عشان اكون ناجح. at some point انا كان النجاح بالنسبه لي at some point، وبتبقى المرحله العمريه طبعا بتفرق. يعني at some point انا كان النجاح بالنسبه لي هو ان انا اتعلم لغه تانية. الموضوع بكل بساطه هو ان انا عايز اتكلم انجليش صح مثلا. فبالنسبه لي دي حاجه هتميزني في الكوميونتي اللي انا فيه، وهتديني نوع من انواع الريكوجنيشن، وهتفتح لي ابواب تانية. وده كان شيء فاليد في الفتره دي. بس هل ultimately هو النجاح ان انا اتعلم لغه تانية او ان انا احصل مثلا على شهاده معينه؟ لا، النجاح كل مدى بيتغير. ستاندر النجاح وهدفه بيتغير على حسب انت عايز تكون فين في انهي مرحله وايه توقعات الناس. ممكن النجاح at some point ان انت تافورد الناس اللي حواليك، ان انت تقدر تعولهم، اخوك، اختك، ايا مكان بيتك، تعرف تصرف عليه. ممكن نجاح at point تاني ان انت تكون في المدرسه وتجيب هاي جريدز. ممكن النجاح يكون ان انت تفتح بيزنس وتقدر تخليه ناجح وتاكل الناس منه عيش وتاكل منه عيش. ممكن النجاح بالنسبه لك ان انت توصل لدرجه علميه معينه ما حدش وصل لها قبلك، ان انت تعمل اختراع او انت توصل لبريك ثرو مثلا في كونسبت معين علمي. في عوامل كتيره جدا جدا للنجاح، بس اعتقد ان المين اسبكتس اللي بتحددها هي مرحلتك العمريه، بلس الكوميونتي اللي انت عايش فيه، بلس ايه الاكسبكتيشن بتاع الناس منك بناء على اللي انت عشته واللي انت شفته واللي انت اديته. فالناس بتكسبكت منك حاجه في دايركشن معين، انت كده كده accumulation بتاع الاكسبيرينس بتاعك والاكسبكتيشن بتاع الناس منك هو اللي بنيه. فبناء عليه بتحدد ستاندر النجاح بتاعك. ولو انت وصلت له تيجي الناس تشوفك انت فعلا وصلت لحاجه جديده في حياتك. بس فهو ده النجاح. ده الناس مالهاش حق تتحكم في دوت، انت كده كده اللي بتحدد الحاجه دي لنفسك. ولكن انت الناس بيكون عندها توقع منك، مش لازم هيطلبوا منك لسه نجاح، بس انت ممكن يحصل عندك بريشر من والدك مثلا لو انت في المدرسه ان انت تجيب هاي جريدز، تنجح وتوصل لمرحله معينه. الموضوع هيبقى جايب ضغط ان هو هيضغط عليك عشان توصل للاكسبكتد بتاعه. مش هو بس، كل الناس اللي حواليك حتى اصحابك بطريقه غير مباشره هتلاقي في منافسه ما بينكم، مين اللي هيخش جامعه ايه، مين اللي هيخش كليه ايه. وده اكزامبل حتى في بيئه العمل. انت النجاح ده بيكون ستاندر معين، حاجه معينه المفروض توصل لها، بيحطوا عوامل كتير منها مثلا الاكسبكتيشن بتاع المدير بتاعك منك، الاكسبكتيشن بتاع الكلاينت بتاعك منك، الاكسبكتيشن بتاع الكوليج بتاعك او التنافس اللي بيحصل ما بينكم. انت كده كده شئت ام ابيت لازم هتتاثر باللي الناس شايفاه كعوامل نجاح. انت حتى لو شفت وبصيت لنفسك دلوقتي ايا ما كنت انت مين، هتلاقي ان في اسبيكتس معينه دايما غالبا الناس بتبص لها ان هي عوامل نجاح. ايه على سبيل المثال؟ مستقل ماديا، بتعرف تصرف على نفسك، عندك عربيه، ده اكسترا نجاح، عندك بيت، ده اكسترا نجاح، عندك يور اون بزنس، ده اكسترا نجاح، عندك درجه علميه متقدمه عن الناس في اي حاجه حتى لو في سكيلات شغل معينه، ده مقياس نجاح. سافرت بره، شفت الدنيا اكتر من الناس، ده مقياس نجاح. ففي مقاييس كتيره جدا للنجاح بتبقى كومن بين الناس، وفي حاجات بتبقى سبيسيفيك على حسب انت فين وهيئتك ايه بالنسبه لمين. هقول لك على حاجه. يعني نفترض مثلا ان في طفلين، يعني مثلا في مقابله لعزت ابو عوف بيقول ان حب الناس لبعض بينقسم لحاجتين، في نص انا بحبك لشخصك والنص التاني بحبك لنجاحك.
يعني لو في عندك توينز، في مثلا اب وام خلفوا توينز، التوينز دول هم متشابهين بشكل كامل في كل حاجه، بس في حد منهم مثلا نفترض ان هو اتعلم كبر بقى دكتور او بقى عنده بوزيشن، بقى عنده وظيفه ما مرموقه في المجتمع ومقبوله، في نفس الوقت هو شخص عاقل وبياخد قرارات رزينه في الاوقات الصعبه. وعندك التوين التاني هو دايما بيعمل مشاكل، دايما جايب لاهله المشاكل والحوارات والكلام ده كله. ففي عندك اتنين مختلفين، في حد فيهم ناجح وحد فيهم يعتبر بالستاندرز المجتمعيه بتاعتنا فاشل بيعمل مشاكل. اوتوماتيكلي هتلاقي الاب والام بيحبوا الاتنين، ولكن هم بيحبوا مين اكتر؟ اكيد بيحبوا لو في مشكله هو بيحلها، مش بيخلق لهم مشكله. اكيد معايير النجاح مش احنا لوحدنا اللي بنحطها، هي بيشارك فيها المجتمع بتاعنا، وفي نفس الوقت هي بتشكل جزء كبير من نظره الناس لينا، سواء بحب، مش هقول بكره، بس بحته ان انت مش متقبل الشخص اللي قدامك. بص، هو كده كده انت موجود هنا في الدنيا، يعني مفيش حاجة اسمها سقف نجاح، مفيش حاجة حد بيوصل للبيك بتاعه. البيك بتاعك بتوصل له لما ربنا يفتكرك بعد عمر طويل، بس مفيش حد بيوصل لكده. الستاندر النجاح ان حد مثلا يكون ناجح في حياته العملية، نتكلم عن الحالة العملية. مين اكتر حد ممكن يكون ناجح في حياته العملية؟ غالبا هنقول ايلون ماسك، لان هو دلوقتي حد شخصيته بتقرب من التريليون دولار، حد ناجح جدا، عنده مجموعة شركات بتتعامل في حاجات ليها علاقة بالمستقبل التقني، شركة فضاء سبيس اكس، شركة نيورالينك اللي هي بتاعة التوصيلات العصبية وبتساعد الناس اللي المفروض ان هو مرضى ان هم يقدروا يسترجعوا تاني الحواس بتاعتهم. سبيس اكس برضو بتقدم الأقمار الصناعية ستار لينك اللي هي بتربط اي حد، فكرة ثورية يعني ان انت يبقى معاك موبايل واصل بالنت على طول بالقمر الصناعي من خلال جهاز صغير هو بيقدمه لك. شركة تسلا اللي هي اكبر شركة عربيات كهرباء تقريبا من ناحية القيمة السوقية في العالم. شركة ذا بورينج كومباني، شركة بتبني تانلز تحت الارض عشان تحل مشكلة الترافيك. فكل افكاره ده غير شركة اكس اي اي وان هو مالك لاكس تويتر. طيب هل النهارده الشخص ده بيفكر ان هو انا جبت اخري وخلاص كده؟ لا، هو كل يوم بيطلع بحاجه جديده، كل يوم هو شايف ان لسه في مجال ان هو يطور اكتر، يكبر اكتر، كل يوم بيفكر ازاي يحسن من نفسه اكتر، يحسن من شركاته اكتر. مفيش سقف خالص للنجاح، في ان انت كل ما بتوصل لمايلستون بتبقى شايف اللي بعده. انت ممكن النهارده عايز عربيه وعايز بيت، بس كل حاجه ليها ابجريد. انت ممكن يبقى معاك عربيه كيا تبقى عايز عربيه مثلا سكودا، ممكن يبقى معاك سكودا تبقى عايز مرسيدس، ممكن يبقى معاك مرسيدس عايز لامبورجيني. البيت ممكن يبقى معاك بيت 80 او 90 متر تبقى عايز بيت 150 متر، ممكن يبقى معاك 150 متر في منطقه متوسطه عايز 150 متر في منطقه راقيه، ممكن 150 متر في منطقه راقيه انت عايز 250 متر في كومباوند، 250 متر في كومباوند انت عايز برايفت اريا ببول بفيلا بجاردن. ممكن عايز بلس عليه بيت في حته تانية في الساحل، في حته تصيف فيها انت واهلك. جبت البيت اللي في الساحل، ممكن انت عايز يبقى عندك مثلا ميني يخت، مثلا انت ما سافرتش عايز تسافر وعايز الشركة بتاعتك ما تبقاش هنا، تبقى موجودة في كذا دولة. النجاح ملوش سقف، كل ما بتوصل هو ليه مايلستونز، لما بتوصل لمايلستون بيتفتح لك اللي بعده، لما بتفتح باب بتشوف بعده في ابواب تانية، فمفيش سقف للنجاح.